أنا امبارح كنت أنا النهارده كده واقفة بقدرة ربنا سبحانه الله وتعالى. أنا حرفيًا رجعت من الموت، يعني أنا مرّيت بحوادث كتيرة جدًا في حياتي، يعني عربية اتقلبت بيّا، عربية خمّست بيها على الصحراوي وكنت لوحدي، عربية خبطتني، كل الحوادث دي أنا اتعرّضت لها، بس عمري ما وصلت لمرحلة الموت اللي أنا وصلت لها امبارح وأنا قاعدة على الرصيف. أنا طبيعة ضغطي واطي، سُكّري وطي فجأة مع الصيام، مع إرهاق، عدم انتظام في النوم وفي الأكل، كل ده دخل في بعضه، فامبارح وقعت بقى مرة واحدة. أنا مؤمنة بالله وعارفة إن لو دي ساعتي خلاص فهي دي ساعتي. اللي أنا اترعبت منه مش الموت، على قد صوت بنتي وهي جنبي وهي مرعوبة إن أنا أمشي وأسيبها. الأعمار بيد الله في الأول وفي الآخر، ولستر ربنا أنا كنت نازلة مغطية شعري لأن كان في نهار رمضان وأنا الحمد لله كنت صايمة، بس هم فطروني في الشارع ونازلة أنا وبنتي بنجيب حاجات من تحت البيت. عارفين يعني إيه من تحت البيت؟ أنا معرفش إيه اللي حصل. أنا فجأة لقيت نفسي في البيت معايا ناس غريبة بتفوقني والبنت مرعوبة، بنتي أنا كانت مرعوبة. أما فتحت عيني وفقت وشفتها، شفت في عينيها نفس الرعبة اللي أنا كنت مرعوبة فيها على أمي الله يرحمها. فالدنيا بتخلص في لحظة، في لحظة كده. أنا في لحظة فعلا ما كنتش موجودة في الدنيا، أنا كنت مفتحة عيني ومش شايفة حاجة وأنا مرمية على الأرض كده. أنا فاكرة إن أنا خلاص مت ودول بيصوتوا عليا، الدنيا خلصت بالنسبة لي. النهاردة ليلة النص من رمضان وأنا كنت بادعي لربنا طول الوقت إن أنا أرجع ألبس الحجاب، وأنا باعترف إن أنا كنت أضعف من الموقف اللي أنا اتحطيت فيه، وكان المفروض إن أنا أفضل متمسكة بحجابي لأن أنا لابساه عن رضا. أنا كنت فرحانة وأنا لابساه، وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله إنها رست على قد كده. دايما بطلبها من ربنا إن ربنا يسخر لي عباده الصالحين. الناس اللي ساعدتني امبارح أنا معرفهاش، الناس اللي كانت مرعوبة، أنا شفت الناس مرعوبة، يعني هم خلاص هو شايفين واحدة بتموت فايه خلاص سكرات الموت قدامهم، ما اعرفهمش ولا هم يعرفوني يساعدوني. انا عارفه ان كل حاجه بتترد، فربنا ان شاء الله هيجازيهم خير وهيترد لهم بالخير. البونبونيه الصغيره، الطفل اللي طلع يجري يجيب لي ميه ده، هم ما يعرفونيش، هم بيساعدوا لوجه الله تعالى. فربنا سخر لي عباده الصالحين امبارح ان هم ينقذوني، لان انا فعلا لو سبت شويه كمان كان خلاص الله يرحمني. لان نزول السكر مع نزول الضغط، وانا اصلا ما عنديش سكر الحمد لله، بس أنا عندي ضغط واطي، فده كان ممكن خلاص كده. ما تستهونوش بالحاجة الصغيرة اللي انتوا بتعملوها لأن هي فعلا بتترد. ما تستهونوش بالكلمة الحسنة، ما تستهونوش ان انتوا تطبطبوا كده على حد حتى لو انتوا ما تعرفوهوش، بتترد وبتترد بصورة حلوة. لأن أنا ضغطة نفسي جامد، زائد إنه أنا عندي أنيميا حادة، زائد إنه أنا أصلا عندي ظرف صحي ما ينفعش فيه مع أنيميا، يعني أنا خلاص أنا فاقدة كل الدم اللي في جسمي يعتبر. قبل ما أقفل الفيديو حابة أشكر كل الناس اللي كانت بتشجعني أرجع للحجاب، اللي كانت مستخسراني إن أنا ما ابقاش محجبة، إنه كانوا شايفين إن أنا فرحانة، الناس اللي هي كانت بتدعمني وزعلانين مني بس بيدعموني. شكرا ليكم وكل سنة وانتم طيبين وبشرى خير إن شاء الله. والنهاردة ليلة النص من رمضان، كل عام وانتم بخير. مش عارفة أتكلم، بس كل سنة وانتم طيبين، ربنا ما يوريكم أي حاجة وحشة لا فيكم ولا في حبايبكم. تصبحوا على خير.